عمرك سألت نفسك ليه حياتك مش بتتغير؟ ليه كل سنة بتقول هتبدأ وفي الآخر بتلاقي نفسك ثابت في نفس المكان؟ الحقيقة إن المشكلة مش في الظروف، المشكلة في شوية عادات صغيرة هي اللي بتدمر لك حياتك كده. أول عادة بتدمر لك حياتك هي عادة التسويف. بتفضل تقول هبدأ بكرة، هبدأ الأسبوع الجاي، هبدأ الشهر الجاي، وفي الآخر بتلاقي نفسك ما بدأتش حاجة. بتفضل تقول هبدأ لما الظروف تتحسن، بس الظروف عمرها ما بتتحسن. بتفضل تقول هبدأ بكرة، بس في الحقيقة إن بكرة ده عمره ما بيجي أصلا. كل شخص ناجح بدأ وهو مش جاهز 100%، بدأ وهو معندوش الإمكانيات اللي هو عايزها الكاملة، بدأ وهي كل حاجة مش متهيأله وجاهزاله 100%. تاني عادة بتدمر لك حياتك هي عادة المقارنة بالناس. بتفتح السوشيال ميديا بتشوف حد ناجح، حد بقى غني، حد بقى وصل لحاجة انت عايزها، فبتحس ان انت متأخر. لكن الحقيقة ان ده مش صح. كل شخص بيعيش طريقه، كل شخص بيبقى ليه طريق مختلف واتجاه مختلف ووقت معين بينجح فيه. في ناس بتفضل تخطط وتفكر كتير جدا لكن ما بتعملش أي حاجة. بتفضل تخطط وتستنى اللحظة المثالية، لكن اللحظة المثالية عمرها برضه ما بتيجي. لكن الحقيقة إن التجربة أهم جدا من التفكير. إن أنت تاخد الخطوة الأولى ده أهم مليون مرة من إن أنت تقعد تفكر وتقعد تخطط كل حاجة. لو كل الناس اللي حواليك بيفضلوا يقولوا مفيش فايدة، مفيش فرص، الدنيا صعبة، الدنيا بقت صعب تنجح فيها دلوقتي، مع الوقت هتبدأ تصدقهم، مع الوقت هتبدأ تقتنع بكلامهم. آخر عادة هي الخوف من الفشل. في ناس كتيرة بتخاف تحاول أصلا، بتخاف تفشل. لكن الحقيقة إن الفشل مش النهاية، الفشل هو أول خطوة في طريق النجاح. لو بطلت العادات دي حياتك ممكن تتغير في سنة واحدة، ويمكن أقل كمان.